ما تتصدميش لو قلتلك ان اختفائه بعد ما اتعلقتي بيه هو كان الهدف من البداية. الشخص اللي كان بيجري وراكي بكل قوته بيعمل المستحيل عشان ياخد اهتمامك هو نفس احيانا اول شخص يختفي بعد ما يضمن انك اتعلقتي بيه. ولو ده اللي حصل معاكي فانتي محتاجة تسمعي الكلام ده للاخر. عارفة ان في حاجة وجعاكي ومش مجرد انه سابك، اللي بيوجع بجد انه كان موجود بكل قوته، بكل اهتمامه، بكل رسايله، بكل محاولاته المستميتة المستمرة عشان بس يلفت انتباهك، وفجأة اختفى. لا مقدمات، لا تفسير، لا اعذار، ولا حتى احترام بسيط لمشاعرك. يمكن طول الفترة اللي فاتت وانت بتسألي نفسك انا عملت ايه غلط؟ هو زعل مني؟ هو لقى حد غيري؟ هو كان بيمثل عليا؟ هو قدر ينساني بسهولة كده؟ وكل يوم بتحاولي تلاقي إجابة لنفس الأسئلة. لكن النهاردة عايزة أقولك حاجة مهمة جدا. مش كل شخص بيجري وراكي بيكون عايزك، وأحيانا الشخص اللي بيطاردك أكتر واحد مش بيكون عايز علاقة جدية، هو بيكون عايز إحساس، سواء كان إحساس بالانتصار، إحساس إنه قدر يجذب انتباهك، إحساس إن بقى مهم عندك. في ناس بتستمتع بالمطاردة أكتر من الاستقرار. طول ما انت بعيدة هو متحمس، طول ما انت مش مهتمة هو بيحاول، طول ما هو مش ضامنك بيقاتل عشان يوصلك. لكن أول ما بيحس إنه كسب اهتمامك بتلاقي تدريجيا الحماس بيختفي. السؤال اللي بتسأليه دلوقتي ليه؟ لأن هدفه الحقيقي ما كانش العلاقة، كان إثبات حاجة لنفسه. كان محتاج يحس إنه مرغوب، إنه قادر يخليكي تفكري فيه، إنه قادر يدخل قلبك. ولما بيوصل لده ويتأكد منه بتلاقيه بيبدأ ينسحب تدريجيا. وهنا تبدأ أكبر لعبة نفسية مؤذية، لأنه فجأة بيتحول من شخص موجود طول الوقت لشخص مختفي وغامض، صامت، بعيد، يرد متأخر أو ما يردش من الأساس. وانت تبدأي تجري وراه بنفس الطريقة اللي كان هو بيجري بيها وراكي. وهنا بيحصل التعلق، مش لأنك بتحبيه أكتر، لكن لأن عقلك بقى بيدور على الإجابة. البشر بطبيعتهم بيتعلقوا بالحاجات غير المكتملة. عقلك مش قادر يفهم ازاي شخص كان مهتم بالشكل ده كله بقى كأنه ما يعرفكيش. ازاي حد كان بيقول كلام كتير ووعود اختفى كأنه دخان. ازاي المشاعر اتغيرت فجأة والحقيقة انها ما اتغيرتش فجأة ولا حاجة. في كتير من الأحيان المشاعر كانت من الأساس سطحية، أو كانت مرتبطة بظروف معينة، أو كانت مرتبطة بحاجة جواه هو مش بيكي انت. في ناس لما تكون وحيدة تتعلق بأي شخص يديها اهتمام، وفي ناس لما تكون عندها فراغ عاطفي تتقرب بشدة، وفي ناس بتحب الإحساس بالبداية فقط، حلاوة البدايات. لكن لما العلاقة تدخل مرحلة الجدية تبتدي تهرب، لأنها أصلا مش مستعدة. المشكلة إنك أحيانا بتفسر اختفائه على إنه دليل إنك أنت اللي مش كفاية، وده أكبر ظلم ممكن تعمله لنفسك. اختفائه ما بيحددش قيمتك، تجاهله ما بيقللش من جمالك، بلوكاته ما بتلغيش مكانتك، سكوته وغيابه ما بيثبتش إنك غير مهمة. الناس بتتصرف حسب نضجها مش حسب قيمتك. اسمعي الجملة دي كويس. الشخص الناضج لو قرر يبعد هيقول، هيشرح، هيواجه. لكن الشخص الغير ناضج بيختفي وبيهرب وبيعمل بلوك وبيتجاهل، كأن بيهرب من مسؤولية الكلام والوعود اللي اداها.
وانت للأسف تفضل تحاسب نفسك على تصرف هو اللي مسؤول عنه. يمكن انت دلوقتي كل شوية تفتح واتساب تشوف هو فك البلوك ولا لأ، تشوف آخر ظهور ليه، تشوف لو نشر حاجة جديدة، تشوف لو بعتلك رسالة أو قرر يرجع. لكن السؤال الحقيقي هنا، لو رجع هل المشكلة هتتحل ولا هتبدأ الدايرة من جديد؟ اهتمام زايد، تقرب شديد، وعود كتيرة، ثم اختفاء جديد. لأن اللي بيختفي مرة بدون تفسير غالبا هيكررها وهيختفي التانية والتالتة، إلا لو كان واعي بمشكلته وقرر يغيرها. وعلشان كده بدل ما تسألي هو ليه عمل كده، اسألي أنا ليه مستنية شخص اختار يختفي؟ أنا ليه بدي قيمة لشخص تجاهل مشاعري؟ أنا ليه مستنية تفسير من حد محترمش وجودي؟ أحيانا الشفاء بيبدأ لما نبطل نبحث عن الإجابة عند الشخص اللي سبب الألم، لأن بعض الناس عمرهم هيدوكي تفسير يشفيكي، وبعض الناس لو رجعوا واعتذروا الوجع اللي عملوه مش هيتصلح بسهولة. عارفة ايه أصعب حاجة؟ إنك تفضلي مستنية، معلقة حياتك، معلقة سعادتك، معلقة قلبك على شخص مش موجود، بينما حياتك الحقيقية بتعدي وأيامك بتضيع. وعلشان كده النهاردة عايزاكي تفتكري حاجة واحدة بس، الشخص اللي عايزك فعلا مش هيخليكي تعيشي في حيرة، الشخص اللي عايزك فعلا مش هيختفي عشان يعاقبك، الشخص اللي عايزك فعلا مش هيستخدم البلوك كوسيلة للتحكم في مشاعرك. الحب الحقيقي عمره ما كان لعبة شد وجذب. الحب الحقيقي وضوح، احترام، امان، ثبات. ولو حد خلاكي طول الوقت متوترة وخايفة ومستنية، فاسألي نفسك هل انا بحب الشخص ده فعلا ولا متعلقة بفكرة رجوعه؟ وفي النهاية لو حد اختار يختفي خليه يختفي، ولو حد اختار يتجاهلك خليه يتجاهل، خليه يتحمل نتيجة تجاهله. ولو حد اختار يخرج من حياتك ما تخرجيش انت من حياة نفسك بسببه، لان اكبر انتصار مش ان الشخص ده يرجع، اكبر انتصار انك انت ترجعي لنفسك وترجعي سلامك وترجعي كرامتك وترجعي قيمتك، وتفهمي ان اللي يقدرك ما يختفيش، واللي يختفي بسهولة مكانه مش في قلبك من البداية. ولو مريتي بالتجربة دي ومر عليكي شخص كان بيجري وراكي بكل قوته وفجأة اختفى، اكتبيلي في التعليقات وقوليلي ايه اكتر حاجة وجعتك في الموقف ده.